مساء الخير، انا ميرنا انور بكون معاكم في برنامج ريدي لتلخيص الكتب اللي هتطور تفكيرك وتغير شخصيتك. والنهارده ميعادنا مع السلوك السابع من كتاب 13 شيئا لا يفعله الاقوياء عقليا. فلو ما كنتش شفت الست سلوكيات اللي فاتوا هسيب لك اللينك بتاعهم في الديسكريبشن او في الايفون. وما تقلقش خالص، الحلقه دي منفصله تماما وكل حلقه منفصله تماما عن الحلقه اللي قبلها. السلوك السابع بيقول ايه؟ بيقول ان الناس الاقوياء عقليا they don't dwell on the past. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الناس الاقوياء عقليا مش بيفكروا في الماضي بالنسبه لهم عدى وراح. ما بلاش نتكلم في الماضي ده كان كله جراح. في بدايه السلوك ده حابه اعترف لكم اعتراف صغير جدا، ان انا ويمكن انت كمان تكون كده، ان انا كنت من الناس اللي بعد ما الموقف يحصل دايما بيجي لي الرد المناسب. بعد ما الموقف يحصل اقعد اقول يا ريتني كنت قلت له كذا، يا ريتني كنت عملت كذا، لما قالت لي كذا كان المفروض ايه الرد اللي انا رديته ده؟ عارف انت اللي هو في عيد ميلاد الف مبروك، نفس الموضوع. بلاقي موقف عدى انا رديت فيه رد ما كانش منطقي اصلا. الرد ده ايه اللي انا رديته ده؟ ايه اللي انا عملته ده؟ انا لو كنت قلت كده كان الموضوع بقى افضل، وده اللي في بالي وده الصح وده اللي كان المفروض ان انا اعمله. طب عملت كده ليه؟ وافضل بقى انب في ضميري بالليل، وببقى عايزه اتصل باللي حصل مع الموقف ده اقول له معلش احنا ممكن نعيد الموقف تاني من الاول. فانت قول لي بصراحه كده، كم مره قبل ما تنام قعدت تفكر في موقف حصل لك في الشغل وضايقك جدا وقعدت تتخيل ان لو كنت رديت على زميلك ده او مديرك ده او الشخص الفلاني اللي قال لك كده رد تاني كان الموضوع هيبقى افضل وهيبقى احسن وهتكون فعلا اخدت حقك او الموقف كان مشي باسلوب احسن من كده؟ بس طبعا زي ما قلنا الرد المناسب ما بيجيش غير بعد ما الموقف يحصل. مش بس كده، ده احنا كمان بنقعد نفكر في حاجات حصلت من سنين فاتت ونندم عليها ويجي لنا تأنيب ضمير وجلد ذات وقلق واوفر ثينكينج وما نعرفش ننام، ونقول لو كنا عملنا كذا من 5-6 سنين ما كناش هنبقى في اللي احنا فيه النهارده. طيب احنا ليه بنقعد نفكر في الماضي ونقول يا ريتني عملت ويا ريتني قلت ويا ريتني سويت؟ لحاجتين. اول حاجه منهم ان احنا دايما حاطين في بالنا ان انا لو كنت غيرت الماضي كان الحاضر هيبقى افضل، فلو كنت دخلت الكليه الفلانيه كان زماني دلوقتي مش عارف بعمل ايه. ولو انت مش متجوز او انت متجوز ومش سعيد في حياتك، اسهل حاجه بالنسبه لك وعقلك هيروح لها ان لو كنت ارتبطت بفلانه اللي كنت مرتبط معاها في الكليه كان زماني دلوقتي حياتي بقت افضل من الحياه اللي انا عايشها مع مراتي دي. في حين ان لو جينا للواقع بعيدا عن العاطفه، ولا عارف ان ومتاكد مليون في الميه ان فلانه دي فعلا هتبقى مبسوط معاها، وانا متاكده مليون في الميه ان الكليه دي لو كنت دخلتيها كانت حياتك هتبقى افضل. تاني حاجه بتخلينا نفكر في الماضي هي انه بيكون زي وسيله نشتت بيها نفسنا عن الحاضر. فممكن تقابل حد في حياتك عنده 35 سنه مثلا، ودايما كل ما تقعد معاه يتفاخر ويتباهى ببطولاته وانجازاته اللي كان بيعملها وقت الجامعه. طب انت عملت ايه دلوقتي؟ لا انا ما عملتش حاجه، بس انا كنت في الجامعه مش عارف ايه وبعمل ايه وبسوي ايه. وكأن التفكير في الماضي ده المسكن اللي احنا بنديه لنفسنا، سواء عشان يفصلنا فصلان مؤقت عن الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي، او نتباهى ونتفخر بيه قدام الناس لمجرد ان احنا حاليا ما عندناش غيره. وزي ما قلنا لو فكرت لحظه بالمنطق وركنت عاطفتك على جنب وندمك وكل الكلام ده كله، ممكن تلاقي ان حياتك بالعكس ما كانتش هتبقى احسن، لا ده كمان ممكن تكون اسوأ، فانت مش عارف اصلا. وللاسف طول ما انت بتفكر في الماضي انت هتفضل مقيد في الماضي، هتفضل مسجون في الماضي، مش هتقدر تستمتع بالحاضر اللي انت بتعيشه فعلا، مش هتقدر تطور نفسك وتحقق اهدافك عشان يبقى مستقبلك افضل. فبدل ما انت دلوقتي برضو ندمان على الماضي، للاسف في المستقبل هتندم على الحاضر اللي انت فيه وبتضيعه دلوقتي بالندم على الماضي. ده غير انه بيندرج تحت السلوك الرابع اللي اتكلمنا عليه، اللي هي الحاجات اللي احنا مش بايدينا ان احنا نتحكم فيها. انت الموقف، سواء الموقف اللي اذاك من 4-5 سنين مع حد من اصحابك او قرايبك، خلاص ما بقاش في ايدك تصلحه دلوقتي، ما بقاش في ايدك غير الحاضر بتاعك دلوقتي. وفلان اللي كنت معاه في حوار في الشغل وما عرفتش ان انت ترد عليه، وبعد ما روحت البيت قعدت تهري في نفسك ان هو ازاي انا ما قلتلوش كده وما عملتش كده، برضو الموقف ده عدى. الحل ان احنا نفكر في اللي جاي علشان صحتك حتى يا عم. ده في دراسه سنه 2018 من جامعه اوهايو قالت لك ايه؟ قالت لك ان التفكير والحصر على الماضي بيسبب امراض القلب والامراض العقليه، وللاسف بيوصل لسرطانات وامراض كتيره جدا احنا في غنى عنها. صدقني لو التفكير في اللي عدى هيصلح حاجه ما كانش حد غلب. وهقول لك فكر ويلا نفكر ويلا كلنا نفكر مع بعض وعادي جدا، لكن فعلا التفكير في الماضي مش هيغير اي حاجه غير ان هو هيضايقك، وبغض النظر عن الامراض وان هو مش هيخليك تعرف تنام وهيخليك دايما مش مبسوط وحاجات تانية كتير، انه كمان ممكن للاسف يخليك عرضه ان انت تعيش في دور الضحيه. اسوأ سلوك ممكن تكون فيه السلوك الاولاني اللي اتكلمنا عليه، اللي هي الشفقه على الذات، او ان انت تبقى عايش دايما في دور الضحيه. طب هل موضوع عدم التفكير في الماضي ده بالسهوله كده والحياه وردي والدنيا جميله ومجرد ما سمعتني في الفيديو ده او مجرد ما انا قريتها في الكتاب ده خلاص انا عرفت ابطل تفكير في الماضي؟ بصراحه لا، الموضوع مش سهل خالص. الموضوع بالعكس ده محتاج مقاومه رهيبه من نفسك. بس للاسف في نقطه برضو اكيد بتدور في بالك دلوقتي، ان الحاجه كل ما بنقاومها فعلا بنبقى عايزين نعملها. يعني كل ما تقول انا مش هفكر هتلاقي نفسك بتفكر. طيب الحل ايه؟ الحل اللي الكاتبه بتقول لنا عليه ان احنا نخصص من وقتنا تبع جدول يومنا العادي وقت ان احنا نفكر فيه.
بحيث ان انت ما تمنعش نفسك من التفكير فيجيلك شعور بالمقاومه وتفكر اكتر، بس في نفس الوقت ما ياخدش من وقتك زياده ومن طاقتك ومن مجهودك ويفضل الاوفر ثينكينج ياكل فيك طول الليل. فبتقولك خصص وليكن ربع ساعه كده كل يوم، تبقى عارف ميعادها، وليكن كل يوم بعد الغداء انا هفكر في الحاجات اللي انا بقاوم ان انا ما افكرش فيها. ولكل واحد فينا بيبقى عارف ايه هي، سواء حد مضايقك في شغل، سواء علاقه قبل كده، سواء مشكله مع اهل، سواء موقف من ساعه، سواء موقف من يوم، من 10، من 5 سنين، من 10 سنين، انت تقعد وتفكر فيه. هي الربع ساعه دي بعد ما الربع ساعه تخلص هتعمل ايه؟ تكون محدد من قبلها حاجه هترجع تفكر فيها او هترجع تعملها، وتكون حاجه حلوه قوي انت بتحبها، بحيث ان هي فعلا تطلعك من التفكير السيء في الماضي ده وتدخل فيها. وليكن مثلا هتعمل ايه الويك اند الجاي، او وليكن مثلا بتفكر في حاجه، في خروجه عايز تخرجها مع اصحابك، او حاجه عايز تحققها، فبتشوف الخطط اللي انت هتعملها او مستقبلك فيها هيكون عامل ازاي. المفاجاه كمان ان الدراسات اثبتت ان الحاجه اللي انت بتفتكرها وتفكر فيها في الماضي ما بتكونش بنفس الحجم اللي انت فاكره. يعني ايه الكلام ده؟ مخنا بيهول الحاجه، بيهول الماضي، زي ما بيهول الماضي ان هو لو كان حصل كان قد ايه الحياه دلوقتي هتبقى وردي وجميله، بيهول الماضي في قد ايه الموقف الوحش اللي حصل في الماضي كان كبير جدا. فسواء حلو او وحش هو بيهول الماضي. يعني زي ما قلنا في اول حلقه، لو انت كان نفسك تدخل كليه معينه وما دخلتهاش، هتقعد تهول قد ايه الكليه دي جميله وقد ايه حياتك دلوقتي كانت هتبقى متغيره، في حين ان الموضوع في الاول وفي الاخر يعتمد عليك انت، يعتمد على شخصك انت، يعتمد على خطواتك الجايه ومقدار ان انت قادر تحقق نجاح في اي مكان واي كليه انت فيها. مثال تاني، وليكن مثلا انت كنت في ميتنج وقلت كلمه ما كانش المفروض ان انت تقولها، او عملت موقف ما كانش المفروض ان انت تعمله، عقلك هيصور لك ان الناس اللي حواليك اتضايقوا بدرجه اكبر كتير جدا من اللي حصل فعلا. ومع كل موقف بتفتكره من الماضي انت قدامك حاجتين، تكون ضعيف وتفكر بالعاطفه وتحزن وتكتئب، او تكون قوي وتشوف انت هتقدر تستفاد ايه من الموقف ده، وازاي تتقبل انه مجرد خبرات مريت بيها مش اكتر، وازاي ما تكرروش تاني. نفس الموقف تقدر تشوفه باكتر من زاويه وكلهم صح. فمثلا لو انت بنت ودخلتي في علاقه خطوبه مع حد والحد ده ما كانش بيحترمك وكان بيأذيكي نفسيا وما كملتوش، ممكن كل ما تفتكري الموقف او المواقف اللي كانت بتحصل معاه تقعدي تعيطي ويصعب عليكي نفسك وحياتك فعلا بعدها تقف وتخافي ترتبطي بحد تاني. دي زاويه. الزاويه التانية ان انت ممكن على النقيض تحمدي ربنا ان انت ربنا نجاكي من التجربه دي وما دخلتيش في نقطه اعمق، انك اتعلمتي ازاي تختاري شريك حياتك صح، انك استفدتي من غلطاتك سواء كنت اديتيله فرصه لده او لا. هتزعلي، طبعا هتزعلي، هتفضلي واخده شويه وقت طبعا، بس ما تقفليش على نفسك لمجرد ان تجربه او حاجه من الماضي تفضل سجناكي جواها. ما تديهاش اكتر من الربع ساعه اللي قلنا عليها تفكير، وبالتدريج تقدري تخلي الربع ساعه دي بدل ما بتفكري في اللي حصل ومضايقك، لا تفكري فعلا في الحلو في الموضوع والفايده اللي من الموضوع. مهما كان الموقف وحش في الماضي فدايما هنقدر نطلع منه بحاجه كويسه. واقوى مثال على ده النشطه والاخصائيه الاجتماعيه وينونا ورد، نشأت في قرية فيرمونت مع أب مسيء جنسيا وجسديا. ما قالتش لحد على الإساءة دي ومشيت من قريتها واتجوزت وهي عندها 17 سنة واشتغلت مع جوزها سواق. لكن للأسف بعد وقت اكتشفت إن في حد من إخواتها بيعمل زي أبوها، فقررت إن هي ما ينفعش تسكت على ده ولازم تعمل تغيير. فرجعت الجامعة فيرمونت ودرست، وبعد وقت ومجهود وتعب كتير قدرت تاخد شهادة جامعية في القانون. ومع بعض المساعدات الماليه اسست خدمه قانونيه. هدفها ايه الخدمه دي؟ هدفها ان هي تساعد اي حد في الريف بيتعرض لاذى من اهله ان هو يسافر عن طريق الخدمه دي. كان ممكن واحده غير ونونا تقعد تتضايق وما تكونش قادره ان هي تواجه الماضي، تفضل عايشه في دور الضحيه ومش قادره ان هي تفكر في الماضي، كل ما تفكر في الماضي تبقى فعلا متضايقه وتفضل واقفه في مكانها. لا، هي كانت اقوى من ان هي تفضل مسجونه جوه سجن الماضي، وقررت ان هي هتستخدم الماضي ده لخدمه غيرها. في النهايه مهما كان اللي اتعرضت ليه في الماضي دايما في زاويه ايجابيه تقدر تشوف منها الموضوع، وما تفكرش في الماضي ولا تديه وقتك غير عشان حاجه واحده بس، تتعلم منه. وما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات قدرتوا تنسوا الماضي وتتخطوه ولا لسه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، يا حبذا يكون حد لسه محبوس في الماضي ويقدر يستفيد. وطبعا سبسكرايب وتفعل الجرس عشان ميعاد السلوك التام.